اليوم قريت مقالة جدا عجبتني يا جماعة، 10 أسباب تخليش تحبين عمرك إذا كنتي قصيرة، يعني طولك أقل من 160 سنتيمتر. السبب الأول والأروع، عمره ما راح يبين عليك العمر، دائما شكلك يعطيك أصغر من عمرك، وهذه ميزة ما أتوقع في واحدة من الحريم تمانعها. الميزة الثانية، دائما تكونين في المقدمة، قانون المدرسة، القصيرة قدام والطويلة ورا، يعني بالصور، بالمسرحيات، بالعروض، بالطوابير، انت أول. ميزة رقم 3، ما تحاتين تلبسين كعب، تلبسين كعب متى ما تبين، ما تصيرين أطول من ريلك ولا أطول من الريايل اللي حوالينك، طولش طبيعي. ما حد راح يطرشك تجيبين شغلات عالية، تصيرين على طول انت المدلعة. الطوال هم اللي يروحون يبغون كل شيء حقك وانت قاعدة بمكانك. رقم 5، الكل وده يساعدك، انت واقفة بالجمعية، اختي اساعدك اجيب لك هذا اي والله ما طوف ثانك يو. رقم 6، ما تتعبين تلاقين زوج المستقبل، اذا تبين ريال اطول منك، حتى الريايل القصار اطول منك لما تكونين قصيرة، سهلات. رقم 7، اذا ما عجبتك هدوم الحريم روحي قسم الاطفال، حتى هدوم اليهال قياسك ب 12 13 سنة وارخص بعد، توفير. ما تحاتين راسك يطق بمكان لما تدشين اماكن صغيره واماكن ضيقه، نفس البيبان، لما تركبين داخل باص، لما تروحين اي مكان. رقم 9، اليهال كلهم يحبونك، حسبالهم انت قدهم، وشكلك دائما بريء، ما حد يقدر يتهمك بشيء، الكل يقول معقوله النتفه البريئه هذه يطلع منها كذي. رقم 10، رغم ان الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن اثبتت دراسات علميه تم اجراءها مؤخرا ان قصار القامه يعيشون، اتوقع عقب سناب اليوم كل السنافر بالعالم بيشوفون نفسهم ومهرهم بيصير اغلى، بنمشي ونقول انا قصيره مدلعه وهارد لك يا طويل. ليه الحين الطويلات زعلوا؟ حبايبي انت طول السنه الناس تمدحكم، خلونا احنا نعبر بعض شوي، نقص على بعض شوي. وصل لي مسج قتلني قتلني ورب الكعبه، يقول لك في ميزه حلوه بعد حق القصيره، اذا تهاوشت مع زوجها، زوجها يحط المكياج فوق الثلاجه. تخيلت نفسي وانا